3 مكالمات سرية في منتصف الليل غيرت مصير الشرق الأوسط يوم أمس. نتنياهو يطلب والعرب يحذرون، وترامب يوافق على الهدنة القاتلة. ما يحدث الآن ليس تراجعا، بل هو الهدوء الذي يسبق العاصفة الأكبر في تاريخ المنطقة. على شاشات الرادار في غرف العمليات المغلقة كانت المسألة محسومة. الأسراب الأمريكية تلقت الإحداثيات، والأهداف في طهران تم تحديدها بدقة. وفجأة خرج الرئيس الأمريكي ليعلن التراجع بحجة أن إيران أوقفت الإعدامات. لكن هل تصدق حقا أن الجيوش تتحرك وتتوقف لأسباب أخلاقية؟ القصة الحقيقية ليست فيما قاله ترامب أمام الكاميرات. القصة تكمن فيما حدث داخل الملاجئ الإسرائيلية قبل التصريح بساعات. القناة 14 العبرية كشفت السر الذي حاولت الرقابة إخفاءه. واشنطن أبلغت تل أبيب رسميا الليلة هي ليلة الضربة، وبناء على ذلك فتحت الملاجئ ودخلت إسرائيل في حالة استنفار قصوى. لماذا هذا الذعر؟ لأن الجنرالات في تل أبيب يدركون حقيقة مرعبة. الصاروخ الأول الذي سيسقط على طهران سيقابله رد فوري يحرق تل أبيب. إيران هددت بوضوح: سنضرب إسرائيل أولا حتى لو كانت القنابل أمريكية. وهنا حدث التحول غير المفهوم. اتصال هاتفي للبيت الأبيض من القيادات المصرية تؤكد ضرورة الالتزام بالهدوء والحيادية، وتحذيرات مما قد يحدث في المنطقة في حالة نشوب حرب كهذه. كان قد سبق ذلك بيوم تحذيرات سعودية من أن أي حرب مع إيران قد تدخل المنطقة في فوضى يصعب السيطرة عليها. التحليلات تقول إن هناك خطأ من واشنطن وتل أبيب في تقديرات قوات إيران، وأن هناك قدرات لم تعلن عنها طهران حتى الآن. هل تذكرون تعيين مدير المخابرات المصرية الذي كان يدير ملف الإيراني قبل عامين؟ اليوم فقط فهمنا الرسالة. الخرائط يعاد رسمها بالنار، ومن لم يستعد لهذه اللحظة منذ 2024 سيجد نفسه خارج التاريخ في 2026. نعود لغرفة العمليات. تقرير نيويورك تايمز فجر المفاجأة. المخابرات الإسرائيلية اكتشفت في اللحظات الأخيرة أن قدرات إيران تفوق التوقعات. نتنياهو أدرك أن الضربة الأمريكية بصورتها الحالية لن تسقط النظام، بل ستستفزه، والوحش الجريح أخطر 1000 مرة حينما يكون الخيار الواحد أمامه هو الموت. لذلك ترامب لم يعلن إلغاء الحرب، بل تأجيل التنفيذ. لماذا؟ لأن هناك قطعة شطرنج ناقصة على الرقعة. حاملة الطائرات أبراهام لينكولن لا تزال تحتاج أسبوعا لتصل لتموضعها القتالي. الحديث عن الدبلوماسية والمفاوضات التي تسمعه الآن هو مجرد قنابل دخان. ترامب يعلم أن الشروط التي وضعها تعني انتحار النظام الإيراني. التخلي عن النووي والصواريخ والميليشيات تعني تسليم رقبة النظام للمقصلة، وهو يعلم يقينا أن طهران لن تقبل. إذن ما الذي يحدث الآن في الكواليس؟ إنه سباق محموم عكس الزمن. طائرة تزويد بالوقود إسرائيلية تحلق في دوائر مريبة فوق الأجواء. طائرة نتنياهو الخاصة جناح الصهيون هربت إلى قبرص خوفا من تدميرها. الجيوش لا تحشد عبر القارات لتعود خالية الوفاض. لكن الخطة الأمريكية الجديدة أكثر دهاء وشراسة. واشنطن لا تريد حربا تقليدية تستمر سنين. الهدف هو الرأس، إسقاط النظام من الداخل بضربة واحدة قاصمة. كيف سيحدث ذلك والنظام يمتلك حرسا ثوريا عقائديا؟ صحيفة بوليتيكو كشفت السر المريب. الرهان ليس على المظاهرات الشعبية وحدها، فالنظام سيسحقها بالرصاص. الرهان الحقيقي هو على الخيانة من الداخل. المخطط يعتمد على إيجاد جنرال ساخط في القيادة الوسطى للحرس الثوري، شخص لم يعاصر الثورة ولا يدين بالولاء المطلق للمرشد. السيناريو المرسوم كالتالي: ضربة أمريكية تدمر مخازن السلاح ومراكز القيادة وتشلي حركة النظام، تتبعها فوضى عارمة في الشوارع. وفي تلك اللحظة يتحرك هذا الجنرال البديل لينفذ الانقلاب مدعوما بالغرب. إنها مقامرة خطيرة، لكنها الخيار الوحيد لتجنب حرب عالمية ثالثة. ولكن هل تظن أن المنطقة ستبقى في وضع المشاهد؟ هنا نعود للوراء قليلا، وتحديدا إلى أكتوبر 2024. في ذلك الوقت استغربنا تعيين اللواء حسن رشاد خبير الملف الإيراني رئيسا للمخابرات المصرية. السؤال كان: لماذا خبير في الملف الإيراني والعدو على الحدود الشرقية؟ اليوم جاءت الإجابة. القاهرة كانت تقرأ المستقبل بوضوح مرعب. كانت تعلم أن عام 2026 لن يكون عام تهدئة، بل عام إعادة التشكيل. مصر أدركت مبكرا أن النار القادمة من الشرق ستلفح وجوه الجميع. إسرائيل اليوم لم تعد تمارس سياسة إدارة الصراع، هي انتقلت رسميا إلى استراتيجية كسر التوازنات. ما يطبخ الآن في تل أبيب وواشنطن هو إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط بالكامل. مشروع تفتيت الدول الكبرى عاد للطاولة وبقوة. انظر حولك وستفهم. سوريا تتحول إلى حقل تجارب للتقسيم الطائفي. السودان يشتعل لتطوق مصر من الجنوب. والآن إسرائيل تعبث في أرض الصومال